بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 38 من دروس الفقه المالكي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. عنوان درس اليوم تحية المسجد. مثلا ربي سبحانه عز وجل يكرم المساجد، يفكاس القيمة المساجد. وربي يقول القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أشال يسعى مازال، أشال يسعى مازال، ماذا شال نتفلاحث يسعى مازال. ثم رب السيدي غترد الحمد لله بوسنا جين الخير إن شاء الله. اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. يوعر ما ثقافة جناوث، ولكن ربي القرآن وفي السماء رزقكم وما توعدون. أين لنا ربي سبحانه كل شيء سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثلا الحمد لله يغسل ربي سبحانه ثمورث يغسل سلهوة، وإن شاء الله غادي يفكر ربي لهوة وغيرنو لهنا باش الدنيا غيتمثل. خال يسعى مازال ما يخدم مثل فلاح الله يبارك، ما إلا غيتنزدوغ في السكنة الله يبارك، ما إلا غيتجارة الله يبارك أكل. ولكن يسعى ذا أزل ذا مقران ما إلا ذكوكال نفنى الجامع. ولذ كان أشوك تساكن قيمي وكال وقالك يخدم كل يوم شو العلاقين السكال يتسكس القيمة على حساب الفايدة ينس. الفايدة ينس الدين ذاك يلاقي إلها أكثر خطر إلها التجارة، يسعى فرصات فريد وكذا وكذا، يسعى الغاز تريسيتي امان وكذا وكذا. صافي تزاد شحال يجيب واكل وريسع رزال قبل 30 سنه وريسع رزال الغاشي جان تهملنت اسميك شمني فردان تريسيتي الغاز وكذا، وغال القيمه يزاد. شو سيف كان القيمه ذي الفايده النيه ديال وكال. اما التجاره ما تنزلوك ثما التراب له قيمه حسب المنافع التي يجلبها هذا التراب. إذا كان للتجارة تراب صالح للتجارة، تراب صالح للسكن، تراب صالح للاستثمارات لبناء المصانع. ولكن التراب أيضا يكون عنده مقام خاص وقيمة جليلة إذا كان تبنى فيه المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. صفيت مثلا السجد نهضر في تحية المسجد. التحية معنى السلام. لكي ثورة غنسمي لك فردان غنسمي لي نسمي لي إذا قبيل يرنا السلام، السلام عليكم صباح الخير، ولا سيدة غتلها تجوز كشي ما يشي من صباح الخير السنة السارة غير خاطئ الراس يفكيك تحية، يفكيك تحية الراس. وأداء السلام سنة، ولكن رد السلام واجب فرض. ولات أحكام مفصلة، ما هوش هذا موضوعنا. ما يلوني اللحون ذو نتسارى يسلمين فين قيما، يعني الماشي هو الذي يسلم على الجالس أو القاعد، وين يركبن ذو نتسارى يسلمن في اللحون فضار. الراكب هو الذي يسلم على الماشي على قدميه، والجماعة القليلة تسلم على الجماعة الكبيرة. تجد تشرعيث وثغال في الشمس الثقافة جمذانا هكا أمشتو حديث الفم قرآن إلى آخره. لم يعني تفاصيل بين يعنان التحيان والسلام فيما بيننا. ولكن ما نروح الجامع ذا غير نسلم في الجامع، نحيي المسجد، نحيي نقدم تحية للمسجد
هذه التحية تسمى تحية المسجد، هكذا تسمى في فقه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العنوان هو تحية المسجد. الآن تعرف التحية. قلنا التحية، تحية المسجد تحصل وتتم وتؤدى عند دخول المسجد. وثقي قرناس من النوافل ذوات السبب، نافلة ذات سبب. لأنت النوافل سنتياك النوافل، صلاة الليل، صلاة الضحى، ياك النوافل. تظل مثلا الرواتب بعد المغرب ركعتين، قبل الظهر ركعتين أربعة، بعد الظهر ركعتين أربعة. في كذا ياك شرحت انت الرواتب والنوافل والسنن. ولكن إلى نوع من السنن اسميس أو النوافل نوافل ذات سبب. أمثاقي تصلى يعني هذه التحية بسبب دخول المسجد، وين ديكش من الجامع هذه الظل ركعتين، لأن مسمان نافلة ذات سبب. السبة إيميكش من الجامع، فرعون الحندي فرع ما يعدد الري في الجامع أريد صلى ركعتين. ولكن وين ديكش منثورة مثلا ديكش من الجامع، السنة إلى قد الظل ركعتين. تجي قنص تحية المسجد. والتحية المعنى السلام. وماذا بك ذي يخدم تحية المسجد قبل يسلم في اللانخ. تؤدى تحية المسجد قبل السلام على الناس. مسألة دقيقة. هذه الشمديون هذه الظل قبل ركعتين أباري معليش هدين السلام عليكم وين قرب دينا سير. ورد السلام في الجماعة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. ميلا لنا 10 20 40 يعدد يوني السلام عليكم، ماشي كلمة لا أصل وعليكم السلام يون. فرض كفاية. الظلام الفرق لم ير فروض العين أكل فروض الكفاية. فرض العين يعني كل واحد يخدم الشغل وحده، ولا شويه يظن كان وايض، ولا شويه يخدم من بروكراسيون وكاله ايون دينا غاتيني سيدي ذاك فور ظلي كان العيشه مولا شغل من الزول الشين العيشه ارنو ظلي ينكيني خاطئ وقسمي فرض عين رمضان يكون شغل فروض العين. إلا يقارن فروض الكفايه. شو معنى فروض الكفايه؟ المعنى يس ما يخدم يتسيون أكملا وسعين الذنوب يجزئ الواحد. رد سلام الواحد، الرد يعني المسلم بشخص واحد، هذا يجزئ ويسقط الإثم عن الجميع. أم صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية. إلا قام الظال يموت ينسلم نغزي نسلمت إلا قام الظل في اللسن ثلاث نغ الحقائق ثلاث نغ إلا قام الظل في اللسن. ولكن هل ترى كن من الله إلا قام الظل في اللسن خطئ. أما ذلك ما نظل كوين ساعة الأجر نساء الفايدة. صلاة الجنازة عندها أجر، ولكن إذا كان في البشرة صلوا عليها 10 20 30 50 60 وبلاك 100 اخرين ما حضروش اصلا، يعني ما ادوش الاجر، هذا ما كان. ولكن ما عندهمش الاثم. ربي لا يحاسب الذين لم يصلوا. لماذا؟ لانها فرض كفايه اداها البعض وسقط الاثم عن الجميع. فرض كفايه يسقط. رد السلام فرض كفايه، فرض ولكن على الكفايه ماشي فرض عين. تحية المسجد إذن هي سلام وجمعها تحيات. وربي قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجيث يسدي سورة الجن الآية رقم 18. ثانيا حكمها.
بعد التعريف حكمها مستحبة اتفاقا بين الأئمة الأعلام. يعني حكمها ماشي الوجوب، الاستحباب، ماشي واجب. شو ما يستديون يقيم ماشي بالسيف، زلارة ماشي بالسيف، ماشي ذا الفرض، ماشي ذا الواجب. إذن هي السنة عندها الكلاسي السنة، ويعني مستحبة اتفاقا بين الأئمة الفقهاء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي قتادة: إنك دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقيم يعني يسلمن إنايك، فجلست يقيم مباشرة، يروح يقيم. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا فقال له: أشو سينا ما منعك أن تركع ركعتين؟ أشو كتفن باش تزلظر ركعتين؟ أشو كتفن مادام يساد أذ يقيم بنية المكوث، خطر يساد يولد عدي عابر وتزلظر ركعتين. مخدم من الجامعة مثلا، داخل خارج خدام، ماشي كل ما يدخل يصلي ركعتين، يروح لهيه يخدم شوية يدخل يصلي ركعتين. لا ما عندوش نية الجلوس، هو خدام. ما جا واحد باش يخدم تريسيتي ولا يخدم حاجة ولا يخدم البانتور ولا صافي، كل ما يخرج يجي بانسو ولا يجي بدون تاع البانتور يصلي ركعتين. لا، لذلك الشرط نية المكوث، نية البقاء، نية الجلوس. درك يدخل واحد عنده النية باش يستنى صلاة العشاء، يصلي ركعتين، ماشي واجبة، على وجه الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة ويرشدها إلى كل ما ينفعها، جميع الاستثمارات نتاع الحسنات النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا ويرشدنا إليها. مادام واحد جا مريح وراه بالوضوء، علاش ما يصليش ركعتين يدي الأجر؟ إذا كان نسى خلاص رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في حديث آخر رواية أخرى: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يوني يتسو ما يتسو ينغي غلظ كراه في أمر آخر، المهم ما يتسو لا حرج عليه. لكن ممكن نذكره: سينا فلان صلى ركعتين تحت المسجد، برك يتسو. إذا كان نض باش يصلي الله يبارك، عنده أجر وانت عندك أجر اللي كان ذكرته. ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في سورة الذاريات الآية 55 ربي ندو ذكر سمحتيت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونادى ربي: واذكر ربك إذا نسيت. العزيز ما يتسوم سمحتيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الصحابي الجليل: أشو سينا ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ أشو كتفن باش تزلظارا صف من الركعات قبل تقيمض، يعني تخدم تحية المسجد. قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، ولا قيمض والغشي قيمض النية كان ولا في قيمة الغشي الصحابي قيمة غير قيمة. قال لقيت ولد يسال الحديث تتمة الحديث: فإذا دخل أحدكم المسجد، وينكش من سيون الجامع، واحد منكم كي يدخل الجامع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الحديث في البخاري، رقم الحديث 11063 في البخاري، وعند مسلم رقم الحديث 714. المعنى واضح: اللي يدخل الجامع قبل ما يجلس يصلي ركعتين، قبل ما يجلس. خاطر بعد نقول لكم إذا كان جلس كاين حكم نشرحه من بعد. إذن سمعت الحديث
حديث في البخاري قلت رقم الحديث 1163 يعني 1163 وعند الإمام مسلم 714. في رواية أخرى لهذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حديث أيضا في البخاري رقم الحديث 444. تجي رواية من ضمن الحديث موجودة في البخاري يوثنك فلا يجلس حتى يركع ركعتين. استقبلت أريد تغيمية ألما يزول ركعتين فيض فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذه الظل ركعتين قبل أن يقيم مقل. وسكي النبي عليه الصلاة والسلام نزمر ديني الرواية كاسة ديني الطريقة النظام المعنى ديون ما سيقبل. وفي رواية أخرى الرواية الثانية إما يكون فيها تقديم وتأخير أكم ثقيل فلا يجلس حتى يركع ركعتين. الرواية الثانية فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل ما يجلس. إذن يا إما تكون الرواية الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكون بتقديم أو تأخير، إما تكون بإضافة. مثلا كحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمامان البخاري ومسلم: الإيمان 70 شعبة 70 شعبة. فهي رواية الإمام مسلم. رواية الإمام البخاري: الإيمان 60 شعبة. ذلك كان ديجا مخالف الرواية متكاملة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي رواية أخرى: والحياء شعبة من الإيمان. صافي الرواية الأخرى أضافت، قدمت إضافة متعلقة، هذه الإضافة متعلقة بالحياء، والحياء شعبة من الإيمان، باش يزر بنادم باللي الحياء مهم. لا تجي تستحين الحياة لها ألف الناس يقول لك لا حياء في الدين، وهذا كلام غير صحيح. يقول لك لا حياء في الدين، لا الحياء من الدين، ولكن واش تقول لا حياء في العلم. ولاش الحياء ذي ثموسني كي قال قادنيني ودنقرا لا حياء في الدين. لا كيف الحديث يقرا والحياء شعبة من الإيمان. الحياء صفي الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: الحياء خير كله. يعني الحياء ذكس الخير يوكل ميلا ينجمع ذكس الخير. في رواية النظام: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء تساوي سوين الهام. لذلك العبد ما يتستحين ويخدم في برشانين، لا إما إلا يكس الحياء في مانس. ها مشكلة شين الخدمة غشو ذغيخ هذه شهر رمضان نورمال. السنة خويا الصار ما كيكون من بعد أمشي ربوت وقاد غاري تشكي وقاد يا ولدي يا خاكا هذه خدمة شو كيفغا أذيوي ثقرعة شربة كرمكم الله هاتي ذكر جي لطورة قفريث جي الفوسي نورمال. يا ولدي عيب شنو نبحث أنا حر. أدي عدي الطوموبيل يخدم لا ميوزيك ولا مثلا البدع تشريط موسيقى قفريث لونكومبرمون شي يخدم الموسيقى يكون قلق القفور قول غير الطوموبيل ذي الكارن زعما تنتقل في الناس السيد خويا السمقس شنو اقلي ديال طروت يرنا قلي ديال الجزائر يرنا الجزائر تبوي لانديبوندونس تبوي الاستقلال باش هكذا ماشي شنو يعني غير نسال هذه ياك هذه هي امر البغي الدين والنصيحه لذلك الزيك شي مغار الزيك يهضر في تمثال يوني والصوايض الناس الفلانيه كذا ما يتزالش الزلاره الناس ما يتستحي الناس يجتث خير تستحي يجتث ميكرنا كالغاشا الظلم ادي غير 3-4 يدس يتونس يبس كرنا الظالم يقيم بوحدس يستحى
اسني بدا تظلت حضر غيب باسيس انت مسلتن ثاقي ماشي عطاسي حضر يعني ضحكوا السلاف سيدي لك خفيفيت انت ذي المخي سهلنت يوث تجيب بخان يكرا تنزل سوى يون انت قرص يون نسي ذلك يا ربي نسى الفلاني كرا تظلف إن يسول الله الصحة فكر ما كرا تظلم سوانك الله غالب السرد غارة وسيغار اللوضة وسيغار ذاك الشمغد نغاس أزرو خدمك فظل تمزوري في ظل تستيمم سبوس نوتيجا ولكن مسألة النظام ذي الجامعة ذاك تيزيوزو بعد الجمعة استقبالات الغاشي ويسعى السؤال وتالوث وكذا المدوسان السين قيم دي فرا كلي غير الجامعة هكا كان ماكي انا ناس دي فغا نحواجيث فغارة في الجامعة زر الغاشي مشى ديك الشمال ناس نكونوا متزلرة تاقي فضراء وصل واحد 3 سنين ني غاسي انت سيجوز كشمت كان كشمت مازال 21 دقيقة العصر هذا اول يدن الشيخ يا سيد سمحت ثوري نكمل اول بعد صلاة العصر ولكن ساغيون الراي ما يعجبكم ذا شو ناك ناس تظلم ليش نكون نظلرها يا الله يبارك لنا ما كل غشي وكل ظل يصلف يسال الوضوء وكذا نفس المشكله يزرى لنا ديال الجامعه الحمد لله يوم بزرو خدم التيمم ظلم فظل التمزور في العصر بالتيمم طول شويه النقطه قالت مثلا خطر والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله الحياء لا يأتي إلا بخير أدو على الحديث قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس سلم الحديث فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أثن بدا كل ويندب أداء ركعتين قبل السلام على الناس نمسفهم إما يوني يروح المسجد النبوي بالمدينة النبوية المدينة المنورة هل ترى أتصل في النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزوارو نغض زاد ركعتين الجواب أتزاد ركعتين قبل الصلمض في النبي صلى الله عليه وسلم صافي عند دنفان كوني فهمتوا الرسالة باش تكون حنا مريحين يجدوك واحد إذا ما قال السلام عليكم ما يغضنش الحال لا يصلي قبل ركعتين كي يصلي ركعتين يروح يريح لهي ولا يقول السلام عليكم هذا كل يوم ثم ردوا عليه السلام وفرات ديتو كاع على جر وحنا ما ديناش الإثم والسلام أليس كذلك؟ إذا كان في المسجد النبوي يندب وكلمة الندب معنى مستحب إذا كان الظرف تاعك ما يسمح لكش وعلى بالكم مع الزحمه لقيت مكان فتحوا الباب ادخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز اقرا صلي ركعتين خاطر بروفيتي لوكازيون بروفيتي اذا كنت اليز مرتاح ابدا بتحيه المسجد اولا ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم نمسفهم الله يبارك ثم نروح نقطه ثالثا حكمة تشريع تحية المسجد حكمتها ابن عرفة يند لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف لكل مسجد تحية وين تروح لأي جامع صلي ركعتين ولكن إلا رحت المسجد الحرام وين كاين الكعبة ثم إذا لقيت دير الطواف 7 أشواط إذا كان ما لقيتش ما قدرتش شفت الغاشي بزاف صلي ركعتين فوق ما يجيش واحد يقول لك صافي انا كنوصل للمسجد الحرام لازم ندير طواف ما تقدرش كاين وقت ما تقدر تلقى من بالباب مغلوقه كامل وكي تدخل تشوف الله يبارك كاع الكعبه كاع الصحن هذاك معمر وين تكمل الطواف وين تحتاج بالك ساعه ونص ساعتين
ولا أكثر باش تجيب الطواف هذاك. يا خويا ريح في أي مكان في الجامع صلي ركعتين. ابن عرفة المالكي ناد لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف. لماذا شرعت؟ يعني حكمة تشريع هذه التحية تحية المسجد تعظيما لبيوت الله للمساجد. وسمعت في سورة الجن الآية 18 ربي قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجوامع نربي، الجامع نربي. لذلك كيف اللحم نحفظ في اللسن كي يروحوا يبنيوا الجامع واش يقول لك؟ يقول لك ما عندناش دراهم. شحال اللي جربوه؟ ماشي حتى يكون عندك 200 مليون باش تبدا، لا 200 دورو تقدر تبدا. هكذا اللي جربوه هما اللي قالوا لنا، قال لك المهم بدا برك ابدا. من بعد كاين المؤمنين هذا يجيب لك الرمل، هذا يجيب لك السيمان، هذا يجيب لك الحديد، هذا يجيب لك دراهم، هذا يجيب لك ماصون يقول لك غنخدم، وهكذا حتى الجماعة يكمل. وكاع المساجد هكذا بنيت، ربي سبحانه هو اللي يبنيها، ولكن الناس أسباب. وأن المساجد لله ينفلحني لا خامس الشغل يسني كان نخدم كان النية نخدم النية أنفذو ربي يكمل. وكيف فنان الله يبارك الجوامع نغاك المال صافي. إذن حكمة تشريع تحية المسجد تعظيما للمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. رابعا شروط استحباب تحية المسجد. كاين شروط، مجموعة من الشروط. الشرط الأول أن يكون الداخل على طهارة، أي غير محدث. معناتها الشرط الأول أن واحد كي يدخل الجامع باش يصلي ركعتين لازم يكون على طهارة. خاطر إذا كان واحد ما كانش على طهارة يدخل الجامع كاين اللي يدخل يقول لك نرقد، يجي يرتاح صيف إذا نفذو طيجي رمضان شي يكون زعما طفل الوضوء أروح حديث الجامعة التفكير تستعفوا ما عندوش طهارة ما هو الشرط. لماذا؟ لأن الشروط التحية تكون على طهارة. هنا فاقد الوضوء ما هوش على وضوء ماشي شرط. دروك إذا كان يروح يتوضا ويصلي الله يبارك ذلك أحسن. إذا ريح قطر ما عندوش الوضوء أيضا لا يؤاخذ. فهمتوا الدين تاعنا كيف راه مليح باش ما نكونوش اكستريميست مغيرين. حنا مريحين غا شفنا واحد روح ديت يرقد يتكل هيه عيان جا مسافر ولا تعبان ولا نقول له صلي ركعتين نذكروه يقول لك مانيش على وضوء خليه. ما تقولوش لازم تروح تتوضا وكي تتوضا واش فيها كي تتوضا وبعدين تصلي ركعتين. يا اخويا بالعقل يقول لك انا كون توضا يروح لي كاع رقد هذا وكاين غاشي كيف يغسل وجهه صح ولا مش صح؟ علاه نقول لكم هكذا يا خوتي باش ما نزيروش في الامور بالعقل. لازم نكونوا سوبل. وش من الامور اللي تكره الدين للناس؟ يقول لك التشدد في خاصة نفسك. انت دير واش حبيت لا الله انت حنايا خلينا. فهمت المسألة كيف؟ احيانا نحن نلزم الناس بما نقوم به نحن. لا اخويا على بالكم كاين صلاة القيام اللي يقوم الليل يوميا تعرفوهم. كاين اللي يدير قيام الليل كل ليلة كل ليلة. من بعد تصور واحد كيما هذا يجي يهضرنا يقول يا جماعة الخير كيفاش ما راكمش تقوموا الليل وموا ديروا قيام 5 ليالي في السمانة. يقول لهم انا ندير شاك نوي يوميا ساعتين قبل الفجر نوض ونصلي 10 ركعات 20 ركعة وانتم والو. يا خويا انت عندك نيفو كبير وحنا خلينا برك بالعقل. خاطر هذه كفاءة قدرات يا جماعة الخير. ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يلزمش واحد يلزم الناس بما يلزم به نفسه، إنما ما ألزمنا به الشرع سمعا وطاعة. أي دينا الشرع أثنخدم
على ما كان، ولكن على سبيل الوجوب. فهمتوا؟ ماشي على وجه الاستحباب. اذا كان الشرع قال يقول مستحب، انت علاش تقول لي اوبليجي؟ علاه؟ لماذا خويا العزيز؟ علاه تكلفني؟ انت عندك النيفو عليا، انا ما عنديش، انا غير شويه برك. كما دوك لي فواتور اللي يمشوا في الطريق، كاين اللي تمشي ب100 ما شاء الله، كاين اخرى يا ربي تمشي 60 70، هذا وين الزمر ونغلاكوت. كاين تراكت ولا كاميون يطلعها، والاخر يعني يروح بالعقل. هذه قدرات وطاقات وامكانات، كل واحد نروح له بالعقل. يسروا ولا تعسروا. شكون قال الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يسروا ولا تعسروا بالعقل. ترى ذاك الانسان ممكن هو يتقوى، يجي نهار يولي ما شاء الله. حكيت لكم هنا حكايه تاع ذاك الانسان، اذن لي بالروايه، انسان يدير الربا بزاف، ما كاش حاجه حرام كيما الربا، يعني هي من الكبائر من الموبقات. لا صلاة لا والو يدير كلش. النهار اللي تاب يا خاوتي النهار اللي تاب والله غير 100 ركعه يصليها في اليوم والليله، ينوض القيام على الوحده نتاع الصباح دايما. حكيت لكم، قلت لكم كنت نحلل فيه، قلت له يا خويا قوم وخليها له جوج 3 ولا وما نقعد شويه. قال لك حبيت كي كنت عاصي ضرك ندير راي، انا خايف يجي نهار يتعب، خاطر لازم خطوه دوسمون مي سيرمون. فهمتوا الرساله؟ فوق مع اولادنا، يلا ندخلوا داخل الاسره. ولادنا صنفان، كلنا عندنا صنف من الاولاد، وليدي نوض تصلي او ذن الشيخ ثم يتوضا يصلي ثم وبالك يسبقك ويسبقني. وكاين واحد الكاليتي يا بابا تنوض ودير معاه كير سويتو صلاة الفجر، نوض صلاة الفجر يا ولدي يقول لك مازال ما شبعش رقاد، يا اما يصلي بلا الوضوء يا اما يعطيك كاش كلمه الله تعرفوا سويتو الجيل تاع درك. بالعقل المرافقه هذه الكوتشينغ هذا، المرافقه تكون شويه زرع شويه. قلت لكم كما الفلاح يزرعها ويحرثها ويخليها، ربي سبحانه هو اللي يخرجها. كاين الناس وقتاش يتوبوا لا ندري، التوبه من الله، ربي هو اللي يهدي. حنقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لا نتشدد. الشرط الاول اذا من شروط استحباب اداء تحيه المسجد، الشرط الاول ان يكون الداخل على طهاره، هذه لي صلوه. الشرط الثاني ان يكون الداخل وقت حل النافله، في الشرط لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس نهى عن الصلاة، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق. كي نصلي صلاة الصبح بقى على خير النافلة. شوفوا بعض الناس يصلي بعد الصبح، إذا كان يدير القضاء يقضي عنده سنوات ولا يجوز يقضي، يقول كان نقضي، أنا بديت صلاة كي وصلت 60 سنة صافي، عندي ليدات عندي طلابة، يجوز يقضي في أي وقت. ولكن باش يصلي النوافل لا. ميم إذا كان واحد دخل بعد صلاة الصبح ما يصليش ركعتين خلاص حتى تشرق، وبعد العصر حتى تغرب. بعد صلاة العصر ما كاينش النافلة حتى المغرب. لذلك خذوها مني وخذوها عني، إمغار نغزيه ثذرين نقبض العصر ولاش النافلة. مما يشمل الجامع
أريد تصلى ركعتين تحية المسجد أهلا ماذا المغرب خطر سي العصر ماذا المغرب وثلير النافلة تحية المسجد ذي النافلة أنا واشوت ذي النافلة صافي ولا شويك تظلان تحية المسجد سي العصر ولا المغرب يوك 40 سنة غير الفير ولا روح ماشي 40 سنة قرون غير الفير خاطر سلنيون الشيخ الجامعي نادي ولا شويش ثورة يزمر ما سوالي بيهم يتظل ركعتين صافي أخذ بمذهب آخر لو كان ديني ما مشي ديني غير كي نتظلر هي غير باش نوحدو وثاني هناك حديث ينهى إذا ديم تورا واحد منكم يجادلني الآن يناقشني يقول لي درك جبت لنا حديث البخاري ومسلم يقول لي ادخل جامع صلي ركعتين صح؟ إيه هذا أمر ولكن كاين نهي هذا أمر عام ولكن جاء النهي يبين المدة اللي ما تصليش فيها النافلة وتغفرت صفدوك أي واحد يدخل يعني نشوف بعض الإخوة يدخلوا الآن يصلي ركعتين خطر وقت الحل يدخل بعد أذان العشاء يصلي ركعتين عادي يدخل على 10 نتاع الليل على 11 على 12 على 1 على 2 على 3 على 4 4 ونص ل 5 ل 5 وربع صلي براحتك ولكن كيف تصلي صلاة الصبح حبس ما تصليش قبل الشروق كي تشرق الشمس صلي تصلي صلاة الضحى صلي إلى غاية الزوال صلاة الضحى صلي ركعتين 4 6 8 براحتك ما شاء الله صافي كاين 2 وقات ما نصليوش فيها تحية المسجد الوقت الأول بعد صلاة الصبح إلى غاية شروق الشمس وتمشي قدر رمح وبعد صلاة العصر إلى غاية المغرب هنا قلت لكم يكثو ذرين تمر سنة غادي نزير مرة ولا شو بالظلام تحية المسجد بعد العصر إيش الكذق طردي الوقت لما كيكون دني غير الشيخ الجامع وين يستقص الشيخ نعم الشيخ يجوز لكن يحبس خاطر الزلارة طبعا نغاك أول السلام ثلاثة الدعوة مفتوحة يسد الفقه وايض وهذا الفقه نحترمه ولكن كن نقولوا أماذا بك أن طف فيون مثل ميون الظل بعد العصر ركعتين لا تنكروا عليه باش نرتاحوا كاع ولكن ذا إلا ثولا ميونيك الشمد بعد العصر وري الظلال تحية المسجد وسقرر اكرت تزلط لا هو حجته أقوى هذا في اعتقادي في نظري لماذا؟ لأن هناك نهي خطر من في الحديث الآخر إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا إذا صوت يسيبنيك ميلا فكي غاوند الأمر ذكيون الأمر دخل ميلو نجزمرو إما نهيخ كن حبس فهم الحديث هكي في قرايون الربا غتخدم كاين شويه الربا غتخدم 1% لو طو دانتيري 1% حرام ولا يجي واحد يقول لك الشراب حرام ما نشربش بزاف شويه برك قيس القهوه قيس الفنجان نتاع القهوه صغير هذاك لا الحرام قليله وكثيره سيان فهمنا؟ اختار هناك نهي جاب لي ربي الرسالة وصلت خلاصة إذن لا نصلي تحية المسجد من العصر إلى غاية المغرب
طبقا لهذا الحديث. ولكن إذا رأينا من يصلي ركعتين فلا ننكر عليه. سمعت حديث وجي حديث ابن عباس. كاين حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة النبي صلى الله عليه وسلم يسعدهم الصحابة يقول لك رأيت ولا رأيت رسول الله، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة يسعدهم. إن شاء الله نكون تنظر الدنيا تنظر للجنة إن شاء الله. أشو يدير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا صلاة بعد الصبح، يعني قصد النافلة. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ذي حتى تشرق في حديث ابن عباس، ذي في حديث أبي سعيد الخدري حتى ترتفع الشمس. قارص قبيليث وتظلل نافلة الضحى ألنا يولي يطيج يفاند يولي ماشي لك ذا كان دي شرق خاطئ الما يولي يطيج ذينا الظال فزر الضحى ما كدنيغ سنة 4 6 8 المزمر. أشو كم الحديث؟ ولا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيه في حديث ابن عباس حتى تغرب، ذاك حتى تغيب الشمس. استقبالي ألا ما يغلي يطيج. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رقم الحديث 586، وأخرجه الإمام مسلم أيضا رقم الحديث 827. كل شيء واضح. الشرط الثاني نفهميه. الشرط ثويس 3 أن يكون الداخل قاصدا المكوث أو الجلوس في المسجد، لا مجرد المرور أو العبور. المعنيس وريظل ركعتين وين يسعى النية باش يقيم داون تولد الشمية، وين يسعى النية يقيم هذا رجل عيشة وقال يظل ركعتين إما إلا يوان وين يسعى النية، يسعى النية ذا عدي كان ذا مسفريز هذه فرسيت بورثاقي باش هذه الشمسيت بورثاقي هذه فرسيت بورثيهن لأن الجوامع يسعى ثبورا كيني هذا باغا بيضرا كرسي لا الجوامع كيتمدين وكذا تفضل دا يسعى ثبورسيا ثبورسيهن واللي باش هذه الزي يكسي لكن خاطئ هذيك الشمال غفر الجامع المسجد الحرام أتظيون باش يخدم واحد نص ساعة انتشلي اش اللي خاطئ الترافيرسيغ هذا الترافيرسيغ الريف الكعبري يعدي ما يصليش عادي. لماذا؟ لأنه ما عندوش النية، راه مار عابر نسيت غادي يربح الوقت بزاف لسد يزي باش يريض الله تعالى دايز يقضوا الشغل يصنعشوا أكيني هذا الشمال الجامع سياد فرسيهن ناخذ المسجد النبوي كيف كبير الله يبارك مقار ما شاء الله. فبالتالي كيني إن كيني نية إنه ذا عدي كان لا عدي صافي ولي ساعة النية ذا عدي ورزال ركعتين ذا خدام من الجامع أخدام من الجامع كيف أيضا هني غاوند ماشي ذا مسكين تفرش ثاني يخدم ذاكي بعدين هذا يشمل الجامع من بعد هذا يخدم ذهن يروحوا يكشم يتفق وسن قراره الى قميث يشمل الجامع ركعتين صافي مسكين اذا خدم نص نهار معنا لازم يصلي 60 ركعه. علاش قلت مسكين؟ خاطر يتعب عنده اجر صح، ولكن علاش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والدين نتاعنا فيه الرحمه ما شاء الله، فيه الرحمه، فيه لا لوجيك، فيها كل شيء كاين داخل، كل شيء كاين داخل. هذا ما كان. ولكن ممكن نقولوا له يا خويا صلي ركعتين مره واحده والسلام. يا اخي انت دخلت
اول مره كيدخل باش تخدم في الجامع باش تسيق ولا تسقم لي طابي ولا واش تخدم تريسيتي ولا البانتور ولا كيدخل اول مره صلي ركعتين اذا كنت على وضوء طبعا، من بعد خلاص اذا خدمت طول النهار في الجامع ما تصليش، يكفي ركعتان تجزئان ان شاء الله كافيتان. عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر هو من العبادلة، كيقول لك العبادلة شكون هما العبادلة؟ هذا واحد منهم. كاين عبد الله بن عباس، كاين عبد الله بن مسعود، كاين عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، اسم العبادلة. ماشي هذا الحديث رواه العبادلة، العبادلة معناه هو كذا عبادلة اختصارا. وباش نفرقوا بين وليد عمر بن الخطاب وليد عمرو بن العاص، خاطر ميم عمرو بن العاص يسعى سميس عبد الله، عمر بن الخطاب يسعى سميس عبد الله. امشي الفرق هي رسن بدير ابن عمر المعنيس ذمي اسم عمر بن الخطاب عبد الله، بدير ابن عمرو المعنيس ذميس عمرو بن العاص. هكا عبد الله بن عمر بن الخطاب هو من الصحابة الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم بشكل شديد. يعني أين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم بالتبعيث مليح لدرجة أن الصحابة مين لو كان هذه الحد قفري ذا هذه يوضا ديال تزمورث قفري أسنيني أنسي قاعد النبي صلى الله عليه وسلم في فوسنا فوز الماضي وثقي لا تضر يعني يعد السنة الصيام بعد ماشي مشكلة، ثقي ماشي السنة ماشي شريعة ماشي الشرع، ذا فريد يعد النبي صلى الله عليه وسلم سيقي فوسنا فوز الماضي داخل الجامع ثقي العامودي كيني انسي دي عدا سينا صيام ما السنين يعدى السيا ذغول سيدي يعدي السين مع كان يتقفى اثار النبي صلى الله عليه وسلم. علاش نقول لكم هذا التمهيد باش نقول لكم كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه، هذا ما كان ابن عمر ونسعى في السمين ساعة في الدين او في غير على الدين، ولكن كان يمر هكذا في المسجد ولا يصلي فيه ولا يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه يمر، لأنه ما عندوش نية المكوث، ما عندوش نية البقاء، عنده نية العبور نية المرور، إذن فلا يصلي. الشرط يصير أن لا يكون الداخل في وقت إقامة الصلاة. فرضا الشيخ يقيم الصلاة العشاء يجي واحد يقول لك نصلي ركعتين قسمة الشيخ يبدا نصلي ركعتين، لا ما تصليش، هنا كلمة واحدة سمعت قد قامت الصلاة تدخل. إذا عندك الفريضة وما تصليهاش، عندك الفريضة ما تصليهاش، وما أدراك بالسنة ما تصليهاش، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. معنى ما ننسل قد قامت الصلاة إقامة الصلاة ونتزلر تحية المسجد صافي. يقول الشرط الرابع أن لا يكون الداخل في وقت أو عند إقامة الصلاة للحديث المذكور. بس فما جماعة الخير يوك الأحكام نتنسين باش تنطبق إن شاء الله. الشرط ثورة أكتفي بالشروط والآن في الخاتمة كاين بعض الأمور مهمة أيضا نضيفها. من صلى فريضة ونوى التحية، يعني واحد منكم يدخل ضرك مثلا نتكلموا على الظهر مثلا، دخل على الزوج باش يصلي الظهر، دخل الجامع
وبعدين هل ترى يصلي ركعتين وبعدين يصلي الظهر ولا الظهر تكفي؟ نقول لك إذا كنت مرتاح ماشي مغصوب، إذا ممكن يجي واحد يقول لك بعد الصلاة هي لو، نقول لك لا خلي الناس ترونكيل. التشدد والله ما هو مليح، والله يجي واحد منكم انت اخويا العزيز دخلت على الزوج وباش تلقى تقاري يا حسراه وكذا وعندك الشغل وعندك مواعيد وتروح للسبيطار مش عارف واش عندك، وبعدين تصلي الظهر برك، تصلي الظهر وروح. ما كان انصحك بحاجه، دير النية تحية المسجد، تدي الاجر في زوج، ديت الاجر انك صليت الظهر وديت الاجر انك صليت التحيه. لماذا؟ لان الفريضه اذا صليت معها السنه تجزئ، عندك اجر بلا ما تتعب مرتين، تعب مره واحده. طبعا كي قلت تعب هذا والي شيء يجري مجرى اللسان. اذا كنت مرتاح الاز اخويا صلي تحيه المسجد من بعد صلي الظهر نتاعك. ولكن إذا نصيت غير الظهر لا حرج عليك، لا حرج عليك، فقط يقول لك إذا نويت التحية معها، النية الأولى هي نية الظهر الفريضة، نويت نية التحية معها أجزأته، هذا يجزي. الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إنما الأعمال بالنيات، الحديث رقم 1 في البخاري كي تفتح الحديث رقم 1 هو هذا حديث عمر الخطاب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. وهذا وعند الإمام مسلم رقم الحديث 1907 1907. سبحان، شوف هذا الحديث موجود هنا موجود هنا، الرقم نتاعو في البخاري رقم 1، الرقم نتاعو عند صحيح مسلم 1907 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كما في الصيام مثلا، في الصيام واحد يقدر يصوم يقضي نهار وينوي صيام الاثنين، عنده أجرين، له أجران. يوم دينا مثلا باش يقضي يصوم يونواس يتشاف في رمضان يسعى السبه مريض ما كان مسافر ما كذا بعذر كذا، يقول لك نقضي يقضيها في نهار الاثنين ولا الخميس، عنده أجران. أولا عنده أجر القضاء قضاء يعني ذمته صارت بريئة، وعنده أجر النية خاطر ينوى يفيزي الاثنين. وانتم عارفين باللي يستحب الصيام النافلة يومي الاثنين والخميس خاطر ترفع الأعمال لنا تقول سناقي صافي ثروة خاضي إلى خير. والأمر بالنسبة للنساء خاصة النساء اللي عندهم عذر في رمضان بعد كثير كيف غاضوا الزمغ أذقضوا الصني وذنويغ صابرين، يجوز صيام الصابرين سنة ماشي فرض. فما الزمان تصوم أتقضوا السادس وترنوا تصوم الصابرين، الله يبارك. ايش نقول انت كان الصيام هذيك في شوال مثلا ما ولاش ولا فات سلوك الغنية فسيني أخذ من النية أتقضوا السنين رنو ياس النية الصابرين واستغسل الأجور إن شاء الله أتدفر لازم تصوم تقضوا السنين ما تصوموا الصيام الصبر، الله يبارك. نفكر كل الأمثلة هذه الأمثلة يا جماعة الخير باش تعرفوا بلي الدين تاعنا حلو، الدين تاعنا واسع، الدين تاعنا واسع. المشكلة أحيانا فينا يجي واحد يعرف غير رأي واحد يقول لك هذا هو، هذا يسموها في لغة الكود سونس يونيك. هذا واش يعرف؟ يقول لك يا خويا كيفاش نروح لأذفوادو هذه كاين طريق واحدة برك، انت قول لي نعرف غير طريق واحد. كي تسقسي واحد يعرف يقول لك نروح له منا نروح له منا نروح له منا، كل طرق توصل، أليس كذلك؟ إذن عليك أن تصرح بما تعلم أنت ولا تلزم الناس برأي واحد. وحكيت لكم يعني من السنن كحديث بداود الذي شرحناه، زوج من المسلمين راحوا في سفر ما كاينش الماء، واش داروا؟ في زوج تيمم، صح ولا ماشي صح؟ صلوا بالتيمم. من بعد قبل ما يخلص وقت الصلاة لقاو الماء، يلا واش ندير؟
يعودوا الصلاة ولا ما يعودوهاش. في زوج مختلفين، واحد منهم قالوا أنا ما نعودهاش، صليت مرة بالتيمم بقى على خير. والآخر هو واش قال صليت بالتيمم خاطر ما كانش الماء، درك ما دام لقيت الماء نتوضا ونعود الصلاة. متفاهمين؟ اختلفوا كي وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حكاوا له الحكاية. واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرحوا في زوجة. هذاك اللي ما عودش الصلاة قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الله 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 الله، يفرح ولا ما يفرحش؟ لو كان واحد منكم يفرح كي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، تفرح. والثاني هذاك يقول صافي أنايا وتعبت. تعرف ايش قال له؟ قال له أنت لك الأجر مرتين. فرح ولا ما فرحش؟ فرحوا في زوج. حنايا نتعلم الأدب من الفقه. كيف يعلمنا الفقه الأدب؟ هذا نموذج. لو كان واحد كيما حنايا مزير هكذا، تعرف اش نقول له؟ شوف اخويا دير كيما درت والا درك نفترقوا درك طريق ما نكملوهاش. شفتوا التعصب؟ ولا نبقاو ثم ساعتين ونتناقشوا شكون يعني انت عندك حق ولا انايا انت. لا لا اخويا. نقطة أخرى في مسائل ختامية، يعني في الختام لا تسقط التحية بجلوس المصلي ولو طال زمن الجلوس. بمعنى ركم واحد مثلا دخل قبل العشاء نسى ما صلاش تحية المسجد وريح، بعد 4 ساعات فكر يقول لك حقا ما صليتش، يجوز باش ينوض يصلي ركعتين عادي، ما يقولش خلاص سيفيني لازم نصلي. الأفضل قبل أن تجلس، ولكن أنت نسيت صوغ، فيرفع الإثم كما ورد. طبعا ما كاش إثم أصلا، هو هي وجه الاستحباب، الحديث ذكرنا قبل حين. المعنى يس ولو طال زمن الجلوس لا تسقط. ما تقدرش تقول تيسك ريحت 20 دقيقة ولا 4 ساعة درك الآن سقطت، لم تسقط، نوض وصلي ركعتين عادي. هذا نقطة مهمة في الختام. نقطة أخرى تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يدرس والإمام يخطب. إذا كان الإمام يدرس هنا يدير الدرس صلي، كما صليش هنا صلي لهيه. أنا ماشي واحد يروح يقطع من هيه يشوف بلاصة هنا ويجي يصلي ركعتين هنا. علاش أخويا؟ علاه؟ أولا تزعج الناس ثم تزعج المدرس، أليس كذلك؟ وحنا ماناش بشر ولا كيف يعني؟ شو واش معناتها يعني؟ وكان يجي هنا على بالك هكذا بابا يا بابا هي تروحوا لابوسول ما تصليش، صلي لهيه. كي قوموا للصلاة وكذا روح. إذا لقينا الإمام يخطب لهيه لا حبس تصليش ريح. خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. أنا نكون نقصر مع الشيخ أحكي معك حتى الشيخ طلع يقول إن الحمد لله، حبس لي SMS، خاطر كاين اللي يبعث لي SMS، حبس البورطابل، حبس الكلام. علاه؟ خروج الإمام خروجه برك، يعني كي يخرج برك ما باش أنا ما كاش ركعتين ريح. وكلامه كي يبدا يهضر يقطع الكلام، قول ابن شهاب فقيه. لماذا؟ خاطر الخطبة واجبة، صلاة الجمعة صلوا ركعتين والخطبتين يعوضوا ركعتين. الخطبة واجبة، تحية المسجد مندوبة مستحبة. شكون اللي يورها الميزان؟
أين هو الميزان؟ ولم يروح الميزان الله غالب. الشيخ يخطب ويجي قدامه هنا الله أكبر. ما عجبكش الحال الشيخ؟ ما عجبكش الحال؟ شفت كيف؟ أين الأدب؟ عند الحلاقة، عند الصرولقة، عند قرن يرحم ربي مغار نزيك قرنك الزرفي وحديق. أنا عاميه الزرفي وحديق هذا المسفى. ولكن رأينا شخصا يصلي هناك تحية المسجد أيضا لا ننكر عليه، خاطر نبغى لهنا، نبغى تلويث، نبغى لهنا. ها يا سيدي هاو نفرحوا كاع ومرتاحين كاع وما شاء الله. مسألة أخرى، المكثر من الدخول إلى المسجد. إمام نهار الجمعة قال الفاتحة سورته في الصيف، هاو دخل صلى ركعتين وبعدين خرج وبعدين جو الغاشي يصلي بعدين يقرأ الفاتحة ويخرج ويدخل. لا لا صلي ركعتين بس، هذا ما كان. سقوط التحية على المكثر من الدخول إلى المسجد، سورته إذا كان خدام ولا كذا، هذا شرحناها. وإذا صلى ركعتين فقط تجزئان، يكفي. أفرن بعد يدخل طول النهار دخل خارج ما يصليش ركعتين، يكفي. النقطة الأخيرة، اللي يدخل المسجد قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، هنا نديروا احتمالين معنا. إذا كان صلى الفجر في داره، يجي صلاة الصبح يصليها هنا مع الشيخ صلاة الجماعة، هو صلى الفجر يعني الرغيبة يعني السنة صلاها في داره، وجا يمشي الحق لهنا مازال ما قاموش للصلاة، يصلي ركعتين وما يصليش، ما يصليش. علاه؟ لأنه ما كاينش النوافل بعد صلاة الفجر. هذا في مذهبنا المالكي. ولكن إذا شفت واحد لا رسول الله لا تنكر عليه، كني قبل سنوات قبل قرون ما كانش إشكال. قبل سنوات اللي شفى منكم يا مشايخ 30 سنة 40 سنة اللور وكذا ما كانش مشكل، تروح كاع المساجد تاع القطر الجزائري كيف وحده. ولكن ضرك دعوة مفتوحة، يقراها في الكتاب، يقراها في الانترنت، يقول لك انا نشوف واش قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشغل هذا كل ما داروا شغل ما طبقوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه. ذكرت لكم النصوص والاحاديث كما هي وبارقامها في الصحاح. يا جماعة الخير باش نتعلم مع الفقه الادب. يا خويا صليت ركعتين في دارك تحية يعني السنة، تدخل ما تصليش ريح. واذا شوف واحد يصلي لا تنكر عليه. إذا كان ما صليتش ركعتين تحية يعني السنة في دارك، كي تجي لهنا عندك خيار، ما صليتش الفجر في دارك، جيت للجامع وانت تعرف وقتاش إقامة الصلاة، الجامع اللي تصلي فيه موالف تعرفه. إذا كان شفت بالليل الوقت مازال باش الشيخ يقيم الصلاة، صلي ركعتين تحية المسجد وزيد صلي الفجر نتاعك. تعرف إذا كان شكيت باللي ممكن كي تصلي ركعتين تحية المسجد الشيخ يقيم الصلاة، صافي روح لك الفجر، تروح لك الرغيبة، تولي تصليها بعد الشروق. أليس كذلك؟ عند معظم الفقهاء كان هناك رأي آخر يقول يجوز أداء رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح عند الشافعية، لكن عند المالكية لا، وعند غيرهم أيضا. وش نقول لك؟ ادخل صلي صلي صلاة الرغيبة اللي هي الفجر السنة، ومعها نية تحية المسجد، وهذا أمر جائز يجزئ وأمر صحيح كما بينا قبل حين ونؤكد الآن. صلي صلاة الرغيبة صلاة السنة الفجر معها نية تحية المسجد. إلى هنا تنتهي المسائل المتعلقة بموضوع اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.